تخيل تمشي مع عيلتك على شاطئ مهجور في نص الشتاء، وفجأة عاصفة ثلجية تضرب المكان. كنا أنا وإخواتي تعبانين وجعانين، وبابا قال لنا إنه مفيش أي مكان قريب نقدر نشتري منه أكل، لأن المنطقة دي كلها فاضية. لكن وسط العاصفة دي ظهر مبنى من الضباب، مبنى غريب شكله زي مدارس الستينات القديمة في بريطانيا، واقف لوحده كده. قدام الباب كان فيه لافتة مكتوب عليها مشروبات ساخنة، وجبات خفيفة. دخلنا والمكان كان مليان بالعواجيز، عشرات الترابيزات موجودة وكلها مليانة ناس بيشربوا شاي وبياكلوا. الغريب بقى إن مفيش عربية واحدة في الموقف، وأقرب مكان على بعد كيلومترات كتير. المكان نفسه كان غريب، حيوانات متحنطة في صناديق إزاز، بعضها مش عايش حتى قرب البحر. وفي نص المكان كان فيه سلم حلزوني طالع للدور التاني، لكن فوق كان ظلام كامل، اسود لدرجة انك مش شايف نهاية السلم. لما بابا راح يطلب الاكل رجع وهو مستغرب جدا. الاسعار كانت مكتوبة بعملة بريطانية قديمة اختفت من عشرات السنين، والست اللي كانت بتقدم لنا الاكل كانت بتتكلم بلهجة قديمة قوي، كأن الزمن رجع لورا. الاكل كان رخيص بشكل غريب. كلنا ولبسنا هدومنا وخرجنا تاني عشان نتحرك، ولا شخص واحد دخل او خرج طول ما احنا كنا هناك. وصلنا العربية ورجعنا البيت، وبعد سنين رجعنا نفس الشاطئ ده مرات كتير جدا، لكن المبنى ما كانش أبدا هناك، ولا ليه أي أثر، لا أساسات ولا أنقاض ولا حتى الزرع اللي كان موجود. لما رجعت الخرائط التاريخية للمكان لحد القرن ال19 كلها كانت بتقول نفس الشيء، إن أبدا ما كانش في المكان ده أي مبنى. لكن الحقيقة اللي لسه مش فاهمها لحد دلوقتي، أنا وعيلتي كلنا وشربنا في مكان ما كانش أبدا موجود من الأساس.